نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ومقدمة البرامج بقناة الزمالك الفضائية في نفس الوقت، بالمخالفة للقانون اللي بيمنع تماما عضو مجلس الإدارة من العمل والتربح من النادي. لكن هتقول لي مين؟ هو مين بيحاسب أصلا؟ إذا كان هاني بيرزي عضو مجلس الإدارة ورئيس شركة إيديتا بتوع المولتو الباصص خالص ده بيعمل إعلانات ورعاية بالزمالك بالمخالفة للقانون برضه، لكن وزير اللمساس مش واخد باله، اصله دايما مشغول في سباقات العجل والماراثون وكده يعني. المهم نيرة الاحمر على باقة نادي الزمالك بتاعت ادفع وبعدين اشتكي، وزي ما حصل مع احمد فتوح والزناتي ومحمد صبحي لما توقفوا واتعرضوا للبيع وبعدين اتحولوا للتحقيق. طب حولتهم للتحقيق ليه لما انت خدت قرارك خلاص؟ هو كده، ادفع وبعدين اشتكي. ده نفسه بالظبط اللي اتعمل مع امير عزمي مجاهد، وقفوه ومنعوه من العمل في النادي وبعدين حولوه للتحقيق. تفتكروا نادي الزمالك هيشتري امير عزمي مجاهد زي ما اشترى الثلاثي المعروض للبيع كده؟ شكلهم كانوا معروضين للبيع الداخلي. المهم نيرة الاحمر بتقول كل اللي عايز يبقى ترند على حساب الزمالك لازم يطلع مع ابراهيم فايق. يا كابتن امير، حضرتك متحول للتحقيق وممنوع من دخول النادي. لما تتكلم عن الزمالك لازم تتكلم بموضوعية وبدون انحياز. الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر، وهو النادي الأكثر انضباطا واحترافية في تعامله مع اللاعبين المصريين والأجانب. على يدي الزمالك كان قاعد هنا والأجانب كانوا قاعدين هنا، والزمالك على نغمة واحدة، مش دافع يا بابا مش دافع يا بابا. الزمالك ابتدى قصة الأكثر احترافية دي على حسب ذاكرتي يعني من أيام أجوجو الله يرحمه، مات من غير ما ياخد فلوسه، مرورا بمحمد كوفي اللي اتحبس واتضرب عشان يوقع انه خد كل مستحقاته، وزكريا الوردي اللي رجع المغرب وقال أسوأ تجربة مريت بيها في حياتي، وباتشيكو اللي ما خدش فلوسه، وجروس اللي هيحصله، وملفات اللعيبة اللي عاملين لها أوضة مخصوص في الفيفا. أما بقى قصة الانضباط دي ابتدت على حد علمي بفاروق جعفر لما هرب في أواخر السبعينات يمكن أوائل الثمانينات مش فاكر، لما هرب من الزمالك وراح أمريكا. الزمالك وقفوا 6 شهور، وبعد 3 أسابيع كان بيلعب مع الزمالك في الملعب عادي، مرورا بثلاثي الإمارات السوابق اللي الزمالك قال في بيان رسمي إنه هيعاقبهم، وشكرا على كده ولا حد عمل حاجة. وختاما بأحمد فتوح اللي ارتكب كل الموبقات وعمره في حياته ما اتعاقب. أكبر قلعة رياضية في مصر دي معلومة أكيدة وموثقة لا جدال فيها، خصوصا من ناحية عدد البطولات وعدد الأفرع والرعاية والشعبية. لكن بقى حكاية الأكثر احترافية وانضباطا دي وسعت منك قوي. حرام عليكي، ده السوشيال ميديا واقعة من الضحك من امبارح، ده الناس خلصت عليك النكت والقلش. طب ايه رأيك خلي حد من الرجالة اللي عندك يطلع يقول الكلام ده، على الأقل ممكن يستحمل التريقة. أقولك طلعي الأخ بتاع الزمالك مش بيعرف يرشي، الزمالك مش بيعرف يشتري زمم، الزمالك مش بيعرف يستخدم أساليب مشينة. ده بقى بالذات جتته نحست من التريقة وهيستحمل. ناس ما عندهاش دم.